أهلا بكم مجددا في برنامج باريس مباشر، والذي نكرسه هذا المساء للملف السوري. طبعا تحدثت وكنت أجبت على سالم زهران، ولكن بقي أن تتحدث عن المراقبين، لأن طرحت عليك السؤال عن المراقبين باختصار حتى نعطي الكلمة لسالم زهران. بحب أقول شيء أنه هذول المراقبين يعني تعرضوا لهجوم من كل الأطراف، يعني من السلطات السورية حتى بعض أطراف المعارضة حتى العديد من المتظاهرين، وظلموا في ظلم كبير بحقهم. وللأسف يعني كمان بحب أقول أنه بالنسبة للصحفي الجزائري هناك رسالة اعتذار من اللجنة العربية لحقوق الإنسان إلى الأمين العام حول هذا الشخص، لأنه في مراسلاته لنا كان يقول أشياء تختلف عما قال للصحافة، وليس من المهنية. تقصد أنور مالك؟ أيوة، وليس من المهنية في حال أن يذهب إلى بلد إعلامي لا بلد المنشأ أو إلى القاهرة. من حقه أن يترك البعثة، من حقه أن بالتنسيق معنا أو بدون التنسيق معنا، ولكن ليس من حقه أبدا أن يذهب ليتحول إلى ظاهرة إعلامية. هذا ليس عمل يليق بأخلاق المراقب العربي. ما القصد؟ يعني أنت تشكك في كل ما قاله وكل التصريحات، خاصة ما أشكك المتعلق في كل ما قال، وبالتأكيد فيما قال صحيح والغير، لكن تعريف الشعوذة في اللغة العربية هي 90% حقيقة و10% كذب. هو أرسل لنا رسائل يقول شيء غير اللي قاله لجريدة الحياة وغير اللي قاله على الجزيرة. هنا أنا أشكك بكل ما قال عندما أرى هناك تناقضات في شهاداته، سواء في مراسلاته أو في الإعلام. هو ذهب باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان، ليس عضوا في اللجنة العربية، هو ضمن المرشحين الذين أصروا على أن يكونوا في الوفد، فكان في قائمة اللجنة العربية، ولكن ليس عضوا بحال من الأحوال في اللجنة العربية لحقوق الإنسان. تفضل سالم زهران. نعم توفيق، أولا اسمح لي أن أحيي الدكتور هيثم مناع على موقفه من أنور مالك، وهو موقف جريء يسجل.